صلاة عصر أول تكذو هي صلاة الصبح أول تكذا وحي سبب أيهين إن الله جل وعلا سبحانه وتعالى الأركم عن القيامة في جنات نعيم على وأركم وفي سائر الأخوان إخواني صلاة عصر هي صلاة الصبح وين بدن بيليه واي أيها الأخوة الأخوات يعني نبي واكي لحديث أبو موسى الأشعري من صلى البردين دخل الجنة البردين وهي صلاة عصر وحلتو كذا حلقا ما انت وقبو وحلوا ما انت دبويه صلاه الصبح وحلتو كذا هبينك حلقا وقبو وهبينك انت صدم به صلاه الصبح هي صلاه عصر حديث كان جرير عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه اي رخو مسألة اني قلوبتنا مره كبخنا معها اي الاخ وايت الاخت هداد تعشي إلهي أرجيس هداد واقونس إلى ربك أدركته سلف نوح والله ما طابت الجنة إلا برؤية وجه الله سبحانه وتعالى ونعيم كجنة إيا له قصور تيدا إيا حور تيدا إيا أنهار تيدو وحوين انت وكوض السريسة أيها الأخوة والأخوات إلهي جل وعلا أرجى وجهي سلا أركايو كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كواسي إلهي سبحانه وتعالى إن أرجيس لقى حجابايو إما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وفعايداسي كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ودري شدي وحيري هديك هو قال هذا إلهي سبحانه وتعالى لقى حجابي إلى أركان وحي آيدي دليلو تهي إن المؤمنين إلهي سبحانه وتعالى أركيان أيها الأخوة والأخوات يعني مر والبو هسيكا قالوا صلاة الصبح ورنيه مر والبو أتكا عاجستو والنفط العاجز كدر انتو إماتين كصلاة الصبح هذه مريسو واحد حصوصتها إن تشردون تمالين وإلهي سبحانه وتعالى مؤمنين تأصوا الرندونه في جنات النعيم وإلهي سبحانه وتعالى أي أرك دونان يا لها من نعمة يا لها من ثمن يا له من ثواب ويا له من فضل أيها الأخوة والأخوات نعيمك انت عليك إنه حن الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى إنه كوة دي سننا إنه إلهي جل وعلا آنو إنه قدين أو إلهي سبحانه وتعالى ونقرده ذاتك مالنتها سوين يا موقف كاسي عظيم في جنات عدن وفي جنات النعيم وإلهي سبحانه وتعالى ونعيمك وين وصينايو مركا أيها الأخوة والأخوات خاصة الرجال الله الله وحول بوائنات فضيصته وحول بوائنات دينا عسكريكتو سياب النقطة من أهل الفجر مع الجماعة إنات كم النقطة نعيم كاسي وين أيها الله وقبل قادر أدوميس الصالحين حقيقة أن حديث كاسي وحوين وين أيها نوت المامية قفك إنون لديخي قليل لها حديث كاسي وديخي قليل إياه قفكي إن مراقة أباهن حديث كاسي مراقة أيو قليل إياه قفكي إن شوق أباهن أو إنو شوق أقرأ إلهي أرقيس عز وجل حديث كاسي أيانا قفلا فضلق صلاة الصبح يفضلق صلاة عصرنا حديث كاسي أيانا قفلا وأخيرا وحندونا إلى تلمامه حديث كاسي جرير عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وحكم هي وحديث الصحابة بدنا يسوريين أحاديث كالسلف أهل السنة والجماعة أي أدلي شدين إثبات الرؤية أي أسوين إن مؤمنين أي ربي قد سبحانه وتعالى قيامها في جنات النعيم أي الله عز وجل أي أركيان كاسي عقيدها كون نقطه وسيدا أؤمن إن مؤمنين إلهي سبحانه وتعالى ربي قد أي أركيان هانا كم من نقن قوة ضفريه رؤية طوائفتا مبتدعة سيدة معتزلة إلهي سبحانه وتعالى أنه أنفعه وحانو نري أولا وأخيرا ولا الله مسلمين تنهاكو أنفعه إلهي سبحانه وتعالى وحانو يديسنا الصدق يا إخلاص إنه إلهي سبحانه وتعالى نجي إلى الرياء يستوس وحانو لنا هاي نضدك أنو كوارننا إن أنو إلونو أي أن إلهي سبحانه وتعالى كما نقلنا أنا أقول أن نقول نكو ودك بدن إنكو عمل فلان وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.